في موضوع ربما يعني أيضا من المواضيع الشائكة، يقال أنكم حاولتم رشوة السيد البرادعي في انت ليش تسميها رشوه يعني بهذه الطريقه الفجه؟ أن تقدموا له هدية. لا شوف، احنا يعني هو هذا يعني عمل مخابراتي. نعم. وشغل المخابرات يعني 90% و 95% منه هو خارج اطار القانون. نعم. في كل مخابرات العالم. نعم. اما اذا تريد تطبق القانون فانت ما راح تقدر تشتغل مخابرات. نعم. واحنا كنا في موقف جدا حرج، بس احنا كنا نريد يعني نشجع البرادعي على ان يقول الحقيقه فقط، لان هو اذا قال الحقيقه راح يطردوا الامريكان طلعوه. فردنا نقول له، نوصل له رساله، ترى اذا طلعوك الامريكان لا نصب، احنا مستعدين نساعد يعني ندعمك ونوقفك. فانت تحدث الحقيقه، لا تخاف من هذا الموضوع، لا تخاف على موضوع المنصب والجانب المالي اللي موفر لك اياه الامم المتحده، احنا وراك. طبعا هذه يعني احنا ما نريده، فقط نريده يقول الحقيقه، قناعته هو شنو هي في ضوء ما وصلت من تقارير من لجان التفتيش. مع هذا هو في اجتماع يوم 19/1 ظل يعني شويه متردد في ان يقول الحقيقه، ولكن يعني ما دعم موضوع التشدد او انتقد العراق بقوه في ذلك الاجتماع. هل لانه استلم الهديه؟ لا هذا موضوع غير موضوع. احنا كانوا في وسطاء، احنا ما عندنا علاقه مباشره به. كانوا في وسطاء بينه وبين اثنين مصريين، واحد منهم يعني شخصيه تاريخيه معروفه توفى الى رحمه الله، والاخر لا موجود. احنا فاوضنا والفلوس على اساس تسلم في لدى السفير المصري في سويسرا مثلا، في فيينا او جنيف، لا اتذكر الان بالضبط، بس هناك اعتقد في جنيف. والفلوس كانت جاهزه $1,000,000 بما يعادل 1,995,000 يورو. في ذلك الوقت كان الدولار اقوى من اليورو. وانا كانت عندي فيزا جاهزه شنغن، واعتقد في فيينا وليس في سويسرا، لانه سويسرا ما مشموله بالشنغن. عندي فيزا مال فيينا، السفير المصري في فيينا، والوسيط موجود واتفقنا معاه انه يعني خلاص الفلوس جاهزه وراح يطلع شخص يوصلها، بس احنا يعني الشخص اللي وصلها لازم يعني نتحدث، نقول انه ترى هذه على الاقل رساله احنا نريد نوصلها في الاخ البرادعي. ما لازم يوقعون على وصل باستلام المبلغ، بس احنا لازم نحكي بهذا الموضوع. حتى هذا الكلام يعني اني ما كان مسموح لي ان اقول هذه الفلوس ترى احنا بعطيها للاستاذ البرادعي، ويريدون بالحديقه مال السفاره، نلتقي بالحديقه، اسلمهم الجنطه واسلم على السفير واطلع دون الحديث عن اي شيء. فانا بلغت السيد مدير جهاز المخابرات الفريق طارق جليل الحبوش هذا الموضوع. قلت له سيدي انا يعني هذا الحاله صار معي الان. قال احنا ما اتفقنا هيك معاه، اتفقنا انه يصير كلام، يصير توقيع، يصير. قلت له هذا قال خلينا نتاكد من هذا الموضوع. بعد شخص راح شاف الشخصيه اللي موجوده كان في فندق الرشيد، ظل على هذا الموقف. قلت له انا ما اقدر، شلون ابرد انتي من هذا المبلغ؟ وبعدين شنو اللي يضمن انه اني راح اسلمه الفلوس؟ او شنو اللي يضمن انه راح يقولون لا والله ما انطانا هذا، طلعت الجنطه فارغه؟ قال لي حقك انت في هذا الموضوع. فالغي الموضوع لانه احنا كنا نريد نسلمه قبل اجتماع يوم 19 حاسم. كان اجتماع حاسم، نعم. تجاوز هذا الموضوع 19، احنا هم غلسنا على الموضوع، ما انطانا الفلوس.